زي كل يوم راجعة من شغلي لبيتي، وانا في طريقي بفضل افكر هعمل اكل ايه، البيت ناقصه ايه، هجيب وانا ماشية ايه، العيال محتاجين ايه، مع انهم ما بقوش عيال. ما شاء الله، الكبيرة اتجوزت والصغيرة مخطوبة والولد في اخر سنة في الجامعة، ومحدش مغلبني غيره. يبان عليه انه طيب، لكن ليه حركات خايفة في يوم من الايام ابويا يكتشفها ويبقى يده يدقي. اصل ابوه راجل ملتزم جدا ومحترم جدا، ومربيهم على الحلال والحرام والعيب واللي يصح واللي ما يصحش، وما بيفوتش موقف غير لما يوضح سلبياته وايجابياته ويفهمهم الدنيا ماشية ازاي ومحتاجة الانسان فيها يمشي ازاي، يمشي زي ما ربنا طلب، يمشي في الطريق المستقيم. كل ده بيجي في بالي كل يوم، واقول هقول له ازاي ابنه عمل كده. يلا ربنا يهديه، هي دي دعوتي ليه. المشكلة الاكبر بقى ان في بعض الاخطاء لابني عمري ما واجهته بيها، مكسوفة اواجهه، مش قادرة اواجهه، صعبا عليا اواجهه، فبدعيله. ما علينا، النهاردة انا راجعة زي ما بقول عادي، بس اليوم كان غير عادي بالمرة. انا زوجي طلع معاش من 2 سنين وما يبانش عليه، وانا هطلع بعد شهر وبرضه ما يبانش عليا. والحلو ان كل واحد فينا واخد باله من نفسه قوي، وربنا يعني حاب علينا بشوية مقاييس كده، مظاهر الشباب، الجمال، الشياكة، وهكذا، واحنا نعم ربنا دي محافظين عليها. يعني انا كل اللي يشوفني ما يدينيش سن المعاش، ومحدش مصدق اني خلاص هطلع معاش. اليوم ده بقى زمايلي احتفلوا بيا وعملوا لي الحفلة من قبلها بشهر، عشان بعد كده عندنا ضغط شغل ومحدش هيفضى. والحفلة دي جابوا لي فيها هدايا قيمة جدا، ما بين ذهب وما بين مبلغ مالي كبير الشركة كلها مجمعة من بعضها، وبنعمل كده مع كل زمايلنا اللي بيطلعوا. ومروحة البيت وانا قلقانة مش عارفة احط الفلوس فيه. محدش يقول لي قلقانة ليه، حطيها في بنك. لا، ما بحبش الكلام ده، ما بحبش اي حاجة فيها شك وريبة، اي حاجة يتقال عليها فوائد وربا والكلام ده بعدها كل البعد انا وزوجي عن بيتنا تمام. ما قلت لكم انا مع راجل بيتقي الله جدا، بيصحى الصبح على المصلية والمصحف والسبحة، والحمد لله سنين عمرنا كلها بنتقي الله في كل حاجة في حياتنا. واللي تعبني الولد بس. طيب من الفلوس دي مع المكافأة اللي هتطلع لي هجهز اخته اللي مخطوبة بيها واشيل له برضه قرشين حقه. امنعه ازاي ان يمد ايده عليهم؟ يمد ايده، ما انا على طول شنطتي متقلبة، وبطلت احط فلوس في الشنطة، بقيت احط على القد اللي يتكسف عيل صغير يمد ايده عليه، هو برضه بيتقلب. وبقيت احط وضرفة في دولابي انا الوحيدة اللي معاها مفتاح. سبحان الله، لقيت برضه فلوس اتاخدت منها ومبالغ كبيرة. وزي ما قلت لكم خايفة اتكلم مع زوجي يشد الولد، مش معقولة هشك في البنت، هتروح بيهم فين وتيجي منين. المهم طول الطريق بفكر مفيش بقى غير اني اواجه الولد واقول له كفاية بقى كده، كفاية تصرفات غلط، كفاية مشاكل. ودخلت البيت والحمد لله لقيته لوحده. بابا نزل يصلي العصر في المسجد واخته مش موجودة، وندهت له وطلعت الفلوس قدامه وحطيتها وقلت له الحفلة النهاردة كانت بتاعة طلوعي على المعاش، وزمايلي جابوا لي السلسلة الذهب دي وجمعوا لي المبلغ ده، توريهم لي ليه يا ماما؟ مبروكين عليكي. ما انا عايزاهم يفضلوا مبروكين. يعني ايه؟ يعني مش عايزاهم ينقصوا برضو. يعني ايه؟ يعني كفاية كده، بقالي سنين مش عايزة فتحك في الموضوع ده ولا اقول لك كفاية كده. يا ماما انا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا ولا تزعلك، كنت اتمنى حبيبي، بس انا شايفة ده بعيني. شايفة ايه يا ماما؟ باباك قال لي ان لك علاقات بالبنات، وان شافك
وانت بتكلم بنت على الموبايل بطريقة مش حلوة، ومرضاش يحرجك. وبعدين يا ماما قالك ايه تاني؟ الحاجة التانية هو ما قالهاش، خايفة انا اللي اقولها، اللي هي فلوس اللي بتنقص مين غيرك في البيت ممكن ياخدها. طب يا ماما شكرا ليكي. وسابني ومشي، وحسيت ان الولد انكسر، وندمت اني فتحته، واللحظة جالي احساس انه بريء وانه مظلوم. ايه ده؟ ممكن تكون البنت هي اللي عملت كده. هو انا ليه شك ما راحش ناحيتها؟ عشان هي بس غلبانة وكيوت وفي حالها والحركات دي؟ طب وايه يعني؟ ما هي ممكن تكون بتعمل الغلط برضه. طب افتحها ولا احس بنفس الاحساس اللي حسيته وانا بكلم ابني؟ طب افتح ابوهم؟ لا، الا ده ممكن يهد المعبد على اللي فيه. ويومين عدوا عادي زي كل يوم. الولد مش عايز يقعد معانا على الاكل، وعلى طول مش جعان، وعلى طول ما بيكلمنيش. وجينا في يوم كنا اجازة كلنا، وكان موسم، وبعت الموسم لبنتي المتجوزة مع اختها وابوها، ولقيته هو بيخبط على باب اوضتي وانا بنظف فيها واعمل فيها شوية ترتيبات. ادخل. ماما انا عايزة اقولك ان في حاجة في اوضتك انا حطيتها ما خدتش. انا حطيت في اوضتك حاجة من كام يوم عشان اثبتلك اللي طول عمري بشوفه ومش عايزة اتكلم فيه. حطيت ايه؟ وايه اللي طول عمرك بتشوفه؟ انا اسف يا ماما، لو كنت كلمت ما كنتش هتصدقي. انا زرعت كاميرا في مكان خفي في اوضتك من 3 ايام عشان اثبتلك ولو ليوم واحد تصرفات الحاج تبقى ازاي. انت بتتكلم بتقول ايه؟ وازاي تجيلك الجرأة تحط كاميرا في اوضة نومي؟ ماما انا بتقي الله وعارف حدودي. الكاميرا كنت بشغلها وبابا في الاوضة لوحده، وافصل بعد كده. عمري ما دخلت عليها وانت في الاوضة. وجاب لي موبايله، وهو طبعا موصل عليه الكاميرا ومصور فيديوهات من اول اليوم. منبه رن او الموبايل رن زي ما بنظبطه، والحاج قام دخل على حمامه. انا ببقى مشيت على الشغل، اتوضى ورجع اوضته. رجع اوضته دي طبعا اللقطة بتاعت خرجوا من الاوضة ورجوع الاوضة معروفة انه كان في الحمام، فوطه في ايده رجع اوضته. جاب المصلية فرشها اهو، جاب المصحف مسكه اهو، ايه الغلط في كده؟ وفرش المصلية وجاب المصحف وحط على حرف المصلية زي ما باجي الاقيه كل يوم بعرف المصلى واقرا قرآن، وسايبهم للفرد اللي بعد كده او لما يكون عنده وقت مش نايم او مش قاعد معانا، يعني بيكمل قراية قرآن وصلاة وعبادة والتسبيح. لحد دلوقتي مفيش اي حاجة يبني فيه ايه. حط المصحف والمصلية وقعد على الكرسي. ايه ده؟ هو مش هيصلي؟ لا، يمكن تعبان بيريح شوية. يمكن هيصلي وهو قاعد على الكرسي. قعد على الكرسي ومسك موبايله وفتحه وبدأ بيتكلم وهو مبتسم ووشه مورد، ومفيش بقى بعد كده انسجام. والكاميرا بتقرب من كاميرا الموبايل قوي، الواد عامل زوم عليها. مين اللي بيكلمها دي؟ بنته؟ لا، دي اصغر من بنته، دي احلى من بنته. مش اصغر من مراته واحلى من مراته، لا، دي اصغر من بناته واحلى من بناته. وبيتكلم معاها كلام جريء قوي انا عمري ما سمعته منه، كلام شاب لعروسته في شهر العسل. ويوصف مفاتنها جزء جزء، لدرجة ان كان فيه جمل معينة الولد بيحط صابع في ودانه عشان ما يسمعهاش تاني، ويسمعها مرة ويدور وشه من الإحراج. أنا نفسي كنت عايزة أدور وشي، لكن الفضول كان واخدني للآخر، لدرجة إنه تقريبا كان بيقيم علاقة معها من خلال التليفون. مش مصدقة نفسي، مش مصدقة، وحاسة أنا عايزة أرجع وأجيب كل في معدتي، حاسة بقرفة جامدة قوي منه. بعد كده باقي اليوم كاميرا بتفصل، بيدخل سريره ونام، ولا صلى ولا تنيل على عينه ولا عمل أي حاجة صح. بينام ويقوم بقى لما ناجي خلاص حياته بتمشي عادي.
لقطة تاني وكأنه مسلسل والواد بيفرجني عليه، وانا في المطبخ ومشغولة او الله اعلم كنت فين. الكاميرا جايباه وبيطلع مفتاح من جيبه وبيفتح ضرفتي اللي محدش معاه مفتاحها غيري، وبياخد من الفلوس وبيقفل تاني. يا لهوي، يعني هو اللي السنين دي كلها مقلبني؟ يا الله. لقطة كمان وهو بياخد من شنطتي الفتافيت اللي ما ياخدهاش عيل صغير، ويجي بعدها يرمي الشنطة بعيد زي ما كانت ويمسك السبحة. مين ده؟ انا معرفش البني ادم ده ومش عايز اعرفه. الدموع اتحجرت في عينيا وقلبي هيقف من اللي انا شفته. وابني طبطب عليا وملس على راسي وخدني في حضنه وقال لي طول عمره كده. وانا مش عايزه اقولك انا عارف ده عن بابا من وانا عندي 17 سنه. فيديو من الفيديوهات اللي ورهاني وهو بيقول لها هجيلك النهارده بالليل بس يكون البيت فاضي، ما يكونش عندك حد. يعني كمان بيروح لها. لا ده مش هي، ده واحده تانية. يا دي المصيبه، هو من دول؟ ده ألعن من دول. مفترض اعمل ايه؟ ده راجل 62 سنه بس صراحه ما يبانش عليه سنه من شياكته ونزاهته وجماله. ما انا كمان جميله وما يبانش عليا سن. ورجعت بالزمن لورا من اول ما اتجوزته، مش حاسه اني قصرت معاه. ده انا بصحى الصبح ابوس ايده وابوس راسه ويطبطب عليا وحنين، ونادرا لما تحصل مشكله، نادرا. واللي غلطان فينا بيجي يعتذر للتاني، وحاسه ان عايشه حياه مثاليه. ما كانش بينقص عليا عيشتي غير فكرتي ان ابني مش متربي. واتضح ان الاب هو اللي مش متربي، ان ابني بيتقي الله وابوه ما بيتقيش الله. والولد بقى حنين عليا اكتر من الاول. بسأله ليه؟ قال لي اصلك الاول ما كنتش تعرفي ان عندك مرض خبيث فكنا سايبينك، لكن دلوقتي بعد ما عرفتي اكيد نفسيتك اتأثرت. يا ماما مش انا لوحدي اللي عارف، اخواتي البنات كمان عارفين، وكلنا عارفين من زمان، وياما شفنا حاجات واستغربنا انك ما شفتهاش. وكنا دايما نقول ما هي مراية الحب عمي، مع انه ابونا اللي كنا بنتمنى ان المراية دي تتكسر وتشوفيه على حقيقته لانه ما يستاهلكيش. ياه، البيت كله عارف وانا المغفلة الوحيدة فيه. طب ودلوقتي وبعد ما عرفت هستقبله ازاي؟ هعيش معاه تاني ازاي؟ اواجهه ولا داري؟ وابني وقف وفك الكاميرا وقال لي خلصت الحكاية من عندنا وابتدت عندك، والقرار اللي انت هتاخديه احنا معاكي فيه. مستنيه ياخد القرار من بعد ما خرجنا الحكاية من ورا الباب من حكاية